لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، والنسخة المدمجة دي طلبت معاك تحديث، طبعا النسخة دي اللي احنا فتحناها عدى عليها في حدود سنتين فاتوا، تمام، والنسخة طالبة معاك تحديث تقدر تحدثها بواتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور. اما بقى لو حضرتك جديد معانا طبعا تقدر تكمل الفيديو للنهاية وتبدأ تثبت النسخة ديت عندك. النسخة دي بتفعل بعض الارقام المحظورة، تمام، والنسخة دي بتشتغل بنسبة 30%، يعني 30% هتفتح رقمك و70% مش هتفتح رقمك. كل اللي عليك اللي انت تجرب، ولو اشتغلت معاك خير، ما اشتغلتش معاك خير، تمام. كل اللي انا عايزه منك هتمسك الموبايل بتاعك وندخل على المتجر بلاي ونبدأ نبحث عن تطبيق زي ارشيف، اللي هو التطبيق ده يا جماعة. زي ارشيف ده بنحتاجه في فك الضغط، تمام. طيب بعد ما تثبت التطبيق هتدخل على قناتنا على التليجرام، رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو. هتلاقي تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنبدأ نضغط عليه بالشكل ده كده. هيظهر معايا ايقونتين لتطبيق زي ارشيف، تمام. لو ضغطنا على استخرج الى اسم الارشيف هيقول لك الارشيف تالف، تمام. فاحنا هنضغط على الايقونه اللي هي فيها انجليزي فقط بالشكل ده كده، تمام. هو تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنضغط عليه وهنقول تثبيت. هنا بقى بيطلب مني كلمة المرور. كلمة المرور أنا بقولها بصوتي وأنا بشرح بعض المميزات، تمام. فركز معايا عشان تسمع كلمة المرور. أنا هكتبها وأرجع لكم تاني. بعد ما كتبت كلمة المرور هبدأ أقول حسنا، هبدأ أستخرج معايا النسخة زي ما أنتم شايفين، تمام. هبدأ أضغط على تحديث. هنا طلب معايا تحديث، أما لو جديدة يطلب معاك تثبيت، تمام. بعد ما نثبت النسخة طبعا أو نحدث النسخة زي ما أنتم شايفين بتتحدث معايا اهيت. هقول فتح. النسخة تفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، تمام. هقول فتح، هتفتح معايا. هضغط على الثلاث نقاط، اجيب تحديث جي بي واتساب. تابع الشرح على اليوتيوب، هيبدأ ادخلك على قناتنا على اليوتيوب. تقدر تتابع جميع الفيديوهات وتتعلم الشروحات وتفهم الطريقة ازاي، تمام. هنرجع تاني، عفوا. اروح على النسخة اهيت، تمام. هضغط على الثلاث نقاط، تحديث جي بي، تحديث من قناه التليجرام. هيبدا يدخلك على قناتنا على التليجرام، قناه التقني عبد الله الباشا. هنرجع تاني بالشكل ده كده، تمام. هضغط على الثلاث نقاط واجيب اضافات عبد الله الباشا اهيت. هنا طبعا جي بي واتساب عبد الله الباشا. صلى على النبي في الكومنتات يا شباب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدا نضغط عليه زي ما انتم شايفين النسخه اهي. لو ضغطنا على اول واحده بالشكل ده كده هيبدا يدخلنا على البيج بتاعنا على الفيسبوك، بينزل عليه جميع الفيديوهات بتاعتنا، تمام، زي ما انتوا شايفين اهي، تمام اهو. هنبدا هنرجع تاني. هنضغط على النسخه. لو ضغطنا كده يدخلنا على قناتنا على التليجرام، مفيش ادنى مشكله. هنرجع تاني. طبعا زي ما انتم شايفين المميزات، بس احنا بنختصر. هنيجي عند التحديثات، سجل التغيرات. هنا طبعا زي ما انتم شايفين ما الجديد في 26.47 14/4/2026. ده التحديث، ده الحاجات الجديده اللي اتضافت والتحسينات والاصلاحات. هنرجع تاني اهو زي ما انتم شايفين، او هنضغط على هنا طبعا هيدخلنا على قناتنا على التليجرام برضو، تمام. هنيجي عند حول التطبيق زي ما انتم شايفين اهو. تم التعديل بواسطه عبد الله الباشا اهو النسخيات، تمام. عرض الموقع الالكتروني كذلك الامر يدخلك على قناتنا على التليجرام بالشكل ده كده، تمام، زي ما انتم شايفين اهو. هنيجي على الانستجرام بتاعنا، طبعا هيدخلك على الانستجرام بتاعنا. طبعا تقدر تتابع الفيديوهات بتاعتنا، مفيش ادنى مشكله، تمام اهوت. هنيجي عند رساله الشكر. طبعا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. عبد الله الباشا تابع اليوتيوب والفيسبوك، فولو فيسبوك، هيدخلك على الفيسبوك بتاعنا زي ما انتم شايفين اهوت، تمام. هنا طبعا هيدخلك على اليوتيوب بتاعنا، مفيش ادنى مشكله اهوت. زي ما انتم شايفين النسخه جميله جدا جدا. طبعا الباسورد هيكون 09، هنكتب 0 وبعد كده نكتب 9، يعني هنكتب 09، تمام، 09، تمام. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل. صلى على النبي، السلام عليكم.